من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا. حلقة ممتعة اليوم صراحة خالد في ومميزة الجزيرة هذا للأطفال. الصباح. مواهب كثيرة اليوم في الجزيرة هذا الصباح. موهبة أخرى مشاهدينا حاضرة معنا لليوم، موهبة في عمر 12 حاصل على لقب المبتكر اليمني الصغير في صناعة المجسمات. نوار هو أيضا ناشط في مجال حقوق الطفل وحاصل على لقب سفير الطفولة من أكاديمية سفراء الثقافة العربية، يعشق الإعلام وله قناة خاصة على يوتيوب. نتابع جانبا من أعماله ومن ثم نعود لنتعرف عليه أكثر. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. العسل شراب عجيب فيه لذة للشاربين وفيه شفاء للناس، كما ذكر ذلك القرآن الكريم وأيدته جميع الأبحاث العلمية. العسل اليمني هو ملك العسل بلا منازع، وهو الأشهر على الإطلاق، وهو خير سفير لليمن إلى جميع بلدان العالم. العسل اليمني يتصدر السوق العالمية جودة وطلبا وأسعارا، وذلك لما تمتاز به الأرض اليمنية من اختلاف في التضاريس كالجبال والوديان والهضاب. أنا سأسميه لقب آخر، المراسل الصغير صراحة، يعني عنده هيك الحس مميز. صحيح. معنا من صنعاء محمد فواز العامر. محمد أهلا وسهلا فيك بالجزيرة هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم. أهلا محمد، يعني بداية ما شاء الله عنك أداء وأسلوب ومخارج حروف مميز. وقبل الحديث عن الفصاحة، أنت بالأساس عرفت بأنك أو أنت مبتكر بالمجسمات وأسست بداية قناة على يوتيوب منذ 3 سنوات. ما الهدف مما صنعت؟ لماذا توجهت إلى هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي باسم الطفولة أن أشكر أسطورة الإعلام العربي والدولي قناة الجزيرة لاستضافتها لي في هذا اليوم الرائع، اليوم العالمي للطفل. بالنسبة لقناتي في اليوتيوب، أسستها كمنبر إعلامي أستطيع من خلالها شرح معاناتنا كأطفال، وأستهدف كل من يحمل في قلبه مثقال ذرة من ضمير وشعور ومسؤولية تجاه قضايا الأطفال. محمد، أنت تلقب بسفير الطفولة، ماذا تقول اليوم في هذا اليوم المخصص للطفل؟ ماذا تقول للعالم؟ الأطفال أهم فئة في المجتمع. الأطفال أهم فئة في المجتمع وحقوقهم متفقة علينا من أديان وقوانين، وللأسف يتعرضون للحروب يتعرضون للحروب والعوائق جميعها. وما في أحلى من الأطفال يلي بيطلعوا كمان على القنوات الكبيرة وبيحكوا حكي كبير كتير. محمد، ماذا عن المجسمات؟ ماذا تقصدين؟ ماذا عن المجسمات التي تتحدث عنها تصنعها على قناة اليوتيوب التي تصممها؟ أصمم المجسمات لكي الأطفال يتطورون ويتطور عالمنا من عالم الحرب وهذا العالم إلى عالم الرقي والتحضر. محمد، لاحظنا بأنك شغوف بالمجال الإعلامي. هل حسمت مهنة المستقبل؟ هل لها علاقة بالإعلام أم هي في اتجاه آخر؟ للإعلام أهمية عظمى نستطيع من خلاله الدفاع عن حقوق الأطفال، وللإعلام مكانة كبيرة، وهو معجزة العصر المعاصر. بالإعلام ننهض بالوطن، بالإعلام نبني الحضارة، بالإعلام نجدد التاريخ، بالإعلام نصنع أملا ونمحو ألما. ونتمنى لك كل التوفيق يا محمد، يعني في هذا الحضور الرائع معك. استمتعنا جدا، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك مستقبلا زاهرا. شكرا لك من صنعاء الطفل محمد فواز العامر، شكرا لك. شكرا محمد. أيضا في حلقة اليوم موهبة أخرى وفي مجال آخر.